السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم والتشجيعات ديالكم. اليوم غادي نشارك معكم واحد القنينطات عندنا معروفين في الشمال. قنينطات د التقاوت عندنا معروفين هنا في تطاون. المقادير ديالهم كالتالي: عندنا 125 غرام ديال الكركاع اللي كنكونوا حمرناه، مسحناه من الغبره وحمرناه. عندنا 125 غرام ديال اللوز بالقشره ديالو كنمسحوه وكنحمروه في الفران. عندنا 125 غرام ديال الجنجلان بلدي اللي كنغسلوه ونقيوه ونحمروه. وعندنا 125 غرام ديال الزبيب اللي كنكونوا مسحناه حتى هو من الغبره وقطعناه. وعندنا 125 غرام ديال التمر اللي كنزولوا له لاطام ديالو عاد كنوزنوه ونقطعوه حتى هو. وعندنا جوج معالق كبارين د المزهر ونص معلقه د القرفه والمسكه حره مطقوقه وشويه د مليحه ومعلقه كبيره د الزبده حيوانيه مذوبه وجوج معالق كبارين د العسل باش نجمعوا بهم الخليط. اول حاجه نشبروا آلة كهربائيه وغنهرمشوا فيها اللوز ديالنا اللي عندنا، نخليوه مبردش مهرمش. دابا غندوزو باش نطحنوا الكركاع ديالنا. نسيت ما مثل كوتشيه لا والو. ترجع مهرمش نشبروا واحد الاناء اللي غنخلطوا فيه، نعملوا الكركاع مهرمش واللوز مهرمش، طاسه ما تجي اللي بغا بلا ميزان، والجنجلان محمر صحيح بلدي، بالاحسن يكون بلدي باش كيجيونا التقاوت ديالنا صحيين ولذاذين. والزبيب عندنا مقطع 125 غرام ديال الزبيب، وانا صباح اللي شاركت معكم هاد القنينطات. والتمر حتى هو مقطع. ونضيفوا القرفه والمسكه حره مطقوقه وشويه المليحه. نخلطوا كلشي مع بعضيتو ونضيفوا ديك المعلقه كبيره د الزبده حيوانيه اللي ذوبناها. نضيفوا جوج معالق كبارين د المزهر اللي كيكون مأطر على اليد ولا ديك النوعيه الجيده اللي فيه 100% طبيعي. ونضيفوا نجمعوا الخليط ديالنا بالعسل، هو ما كيجيش معجن. ونضيفوا داك جوج معالق كبارين د العسل حره. انا عندي العسل عند البرتقال كنشريها من التعاونيه. ونخلطوا الخليط ديالنا تنحصلوا على واحد الخليط كيكون معلق. كنخلطوهم مزيان حتى كيندمجوا لنا العناصر واحد النسمه كتحمى، والخليط ديالنا معلق ولذيذ. نتوما كتشوفوا الشكل ديالو والحلاوه متوازنه. وكنشكلوا به على شكل اصابع، كنعملوا شكيله شكل اصابع يكونوا صغيورين على هذا الشكل. ونزلوهم في واحد السوينيه باش يجينا يسهل علينا نعملوهم في الورقه. بعد ما حربناهم على هذا الشكل، دابا غادي ندوزو باش نعملوهم في الورقه. كنشبروا الورقه ديالنا مره اخرى قطعتها لكم على شكل مثلثات على شكل هيدا. دابا المره غنقطعها مربعات داك الطريفات غادي يبقاو غادي نعملو بهم المسمنه. كنقطعوا على داك الحواشي ديالها، نقطعوها على هذا الشكل عاود حتى هي نزولوا لها هاد الحواشي. وهاد الحواشي كنعدلوا بهم مسمنه تطوانيه اللي كنت صباح اللي شاركتها معكم على هذا الشكل باش كنحصلوا على واحد المربع اللي كنقطعوا على هذا الشكل على شكل مربعات. دابا غنعملوها بلاستيكه ونبداو نخدموا بالورقه. المربعات ديالنا كنعملوا فيهم ديك الحريبلات. الا كنا غادي نطيبوهم في الفران كندهنوهم بالزبده والزيت، اللي الزبده كنكونوا ذوبناها الوزيت ونخلطناها مع الزيت باش كيجيونا مقرمشين. ولا كنا غادي نقليوهم ما كندهنوهمش، انا غادي نقليهم في الزيت على حسب الصباع اللي شاركتهم معكم طيبين في الفران. بغاوهم لي اليوم مقليين في الزيت وكنشدوهم اما بابيض بيض اما بشويه الطحين مخلط مع الماء. وانا غادي على هاد الطريقه حتى نسالي القنينطات ديالي بهذا الشكل.
بعد ما ساليناهم غادي نخليهم ينشفوا واحد ساعه المكانه ونبوزوش نقليوهم ان شاء الله. بعد ما خلينا القنينطر ديالنا يرتاحوا ساعه المكانه كنعملوا واحد الطنجره ثقيله ولا معده ثقيله كنعملوا فيها الزيت حين كيسخن الزيت ديالنا كنبداو نقليو القنينطر ديالنا. ما كنجهدوا بشي العافيه على نار متوسطه لان الحشوه ديالنا طايبه. الفواكه الجافه ما نطيبوهاش غنحمروها على الورقه ديالنا باش كتجينا مقرمشه. كنحركوهم باش يتوحد اللون ديالو خليهم حتى يرجع اللون ديالهم ذهبي. نتوما كتشوفوا اللون ديالو خليهمش يتحمروا بزاف لان باقي باش يتعسلوا باش ما يجيوناش كحال. كنقطروهم مزيان الزيت عاد نعملوهم في العسل. العسيله كتكون عندنا بارده وهما سخونين خليوهم كيتعسلوا تيشربوا العسيله مزيان. نكمل على القلي ديالي ساعه نرجعوا ان شاء الله. هذا الشكل النهائي ديال القنينطات اللي عملنا اليوم. القنينطات بالطاوت كيجيو روعه في الماضه ولذاذ. بغيتو تعملوهم في الفران كنعملوهم في الفران، بغيتو تقليوهم في الزيت كنعملوهم في الزيت. شني كتخليهم حتى كينشف الورقه فهاد تعملوهم في الصباح حتى العشيه عاد كتقليوهم ولا كطيبوهم. كنتمنى هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم ومع السلامه.